السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أنا ليلى صابر ودي قناتي مطبخ لولا صابر. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية زي ما احنا شايفين كده، طعم وريحة في منتهى الجمال وبطريقة سهلة ومش هتاخد منك أي وقت. هنبتدي مع بعض بسم الله. معايا هنا فرختين. طبعا الفراخ دي مغسولة في الأول بالدقيق، وبعد كده حطيتها في منقوع النقع، محلول النقع اللي هو عبارة عن خل وملح وليمون ومية، وسبتهم منقوعين لمدة ساعة، وبعد كده شطفتهم كويس. وزي ما احنا شايفين فراخ زي الفل قدامنا. هنشق الفراخ نصين، هنفتحها من ورا. هنعملها بتتبيلة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتديكي طعم وريحة زي اللي بره وأحلى كمان. كفاية إن هي من صنع إيدينا. زي ما احنا شايفين كده، احنا فتحناها وبعد كده هفتحها نشقها اتنين. معايا هنا 4 فصوص توم وقرن فلفل حامي وبصلاية كبيرة متقطعة وحبتين طماطم. هنضرب كل ده وننعمهم، ومعايا ليمون بس هستعمله بعدين. هضيف عليهم كمان 4 فصوص حبهان وكم ورقة ورق لورا. وبعد كده هضرب كل ده قبل ما اتبل بيهم الفراخ. هفتح الفراخ بالسكينة زي ما احنا شايفين كده، بحرف السكينة، وهفتحها كلها بحيث ان التتبيلة توصل لكل حتة فيها. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما عملتها هشقها اتنين كمان. كده قسمت كل فرخة نصين. كده هتكون اسهل لما اجي اقلبها بعد كده وهي بتتشوي. بعد كده هنعصر عليها الليمون. معايا ليمونتين هنعصرهم عليهم. الليمون احسن حاجة للفراخ، بتضيع الزفارة. طبعا احنا استعملنا الليمون في محلول النقع قبل كده. بس كده. وبعد كده هنضيف على التتبيلة بتاعتنا معلقة ملح كبيرة، معلقة ونص، ومعايا كمان معلقة فلفل كبيرة، ومعايا نص معلقة بابريكا. بس كده. ولو في زبدية ممكن نضيفهم عليها. مفيش خلاص، مفيش مشكلة، المتاح عندك. لو عندك البهارات بتاعة الفراخ ممكن تحطي عليها كمان. التتبيلة دي بسيطة جدا، وفي نفس الوقت بعد ما تستوي هتلاقيها طعمها جميل جدا وريحتها جميلة. بعد كده هندهنها كلها بحيث ان التتبيلة توصل لكل حتة فيها. هسيبها بعد ما اغرقها بالتتبيلة دي منقوعة حوالي ساعة، ولو عندنا وقت ممكن نعملها بالليل ونبيتها لحد الصبح. وهي دي التتبيلة بتاعتنا. طبعا مفيش اضافة مية ولا حاجة. احنا هنتبل الفراخ كويس جدا ونسيبها منقوعة اكتر وقت ممكن. زي ما قلت لكم، لو قدرنا ننقعها نعملها من بالليل هيكون احسن. وبعد كده معايا الصاجة بتاع الفرن، هرص الفراخ فيها وهدخلها في الفرن. هولع الفرن بس لمدة ساعة او اكتر حسب الفرن بتاعك، لحد ما نلاقيها استوت. وبعد ما تستوي خالص هنولع عليها الشواية علشان تدينا اللون. هنا انا عندي شوية تتبيلة باقية، حطيت عليها شوية مية صغيرين وحطيتها على الفراخ. بس كده هحطها في الفرن. زي ما احنا شايفين ابتدت تستوي. هي خلاص كده استوت. ولعت عليها الشواية. هسيبها تستوي لحد ما تاخد لون. وبعد كده بقى
التركة اللي هتديني طعم الشوي زي الفراخ المشوية اللي من بره، هي الفحماية. هنحط فحماية على عين البوتاجاز لحد ما تستوي خالص وتحمر زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هحط عليها شوية زيت واغطيها واسيبها لحد الفراخ ما تتشرب ريحة الشوي دي كلها، لمدة نص ساعة او لحد الدخان ده ما ينتهي خالص، ويبقى معانا احلى فراخ عملناها بايدينا. وفي نهاية الفيديو، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.